تعالوا يا حلوين اجمعوا بسرعة، جبت لكم حل فظيع. الشقة عندنا وعند كل البيوت دايما متقفلة في الشتاء، مفيش تفتيح، قاعدين ريحة الطبيخ وريحة الاكل بتبقى فظيعة في كل البيوت. تعالوا بقى انا جبت لكم الحل من غير ما تدفعي ولا جنيه. انا عارفة ان المعطرات غالية والميزانية لا تسمح، فنعمل ايه؟ تعالوا بقى في وصفات سارة اقول لكم انا الحل. هتوفري وتدبري وهتعملي كل حاجة في البيت بأبسط المكونات وبأقل الامكانيات. ده انت هتاكلوا من القشر بتاعه كمان، هتعملي بيه احلى معطر. ينفع للستاير، للانتريه، للحمام، للمعطر، للشقة عموما. فظيع فظيع. تعالوا بقى يلا اقول لكم احنا عملناه ازاي. بصوا، شايفين البخاخة دي؟ انا كانت عندي، جبت يا دوبك عملته بشوية مكونات كلها في البيت عندك وطبيعية وحلوة وريحتها فظيعة. تعالوا ننعش بقى الورد بتاعنا ده والجو كده. الله الله الله، طبعا شمين الريحة وصلت لعندكم جايبة لاخر الدنيا. يلا بقى تعالوا، مش هطول عليكم واقول لكم احنا عملنا وصفتنا دي ازاي النهارده. ولو عجبكم الفيديو متنسونوش بلايك وشير ودعوة حلوة منكم كده. ويلا نروح نشوف عملنا المعطر الجبار ده ازاي. يلا. مكونات موجودة في كل بيت: قشر البرتقان، ايوه قشر البرتقان اللي احنا كناه، وليمونة او 2 مقطعة دواير كده صغيرة، طرنشات كده صغيرة. بنحط قشر البرتقان في الحلة، عليها الليمون وعليها فانيليا وعليها 4 عيدان قرنفل، ايوه قرنفل. والفانيليا والليمون وقشر البرتقان ده بيودي الريحة في حتة تاني. انسي اي ريحة في البيت بتاع اكل شرب، شقة مقفولة، انسي. هتحطي عليهم مية وهتحطيهم على النار يغلوا عشان يفضلوا يغلوا شوية كده حلوين، عشان كل العصارة اللي في الخضار ده وفي الحاجات دي، قشر البرتقان والليمون والقرنفل، الريحة كلهم تطلع ويبقى حلو. باي باي.